كل ما حد يسألني احنا ما بنشوفكيش ليه، فبيكون ردي الطبيعي غصب عني عشان البيت والعيال. فطبعا بكل تلقائية اللي قدامي بيرد: طب ما احنا كلنا عندنا بيت وعندنا عيال. عارفين بقى اللي هو ايه؟ بحس ان كل واحدة او كل شخص في حياته غير التاني. ممكن اللي يكون الدنيا عندها بسيطة جدا دي يكون في حد بيساعدها، يعني عندها مثلا مامتها واخواتها بيجوا ينضفوا معاها، ساكنة قريب من أهلها، في حد بيقدر ياخد عنها الولاد إن هي ترتاح. في واحدة تاني ممكن يكون هي مثلا معاها مثلا طفل واحد، في واحدة ممكن يكون معاها أولاد كذا ولد بس كبار في السن، يعني اللي هي تقدر تتحرك وتروح وتيجي بيهم. فكل واحدة فينا مختلفة ببيتها وفي حياتها، فكل واحدة ممكن يكون ظروفها غير التانية زي ما قلت لكم. فأنا بالنسبة لي لا، الأطفال طول ما هم صغيرين فعلا الأم بتاخدهم وتتبهدل بيهم. فمش معنى ان انتي قاعدة في البيت وان انتي مش عارفة تتحركي او مش عارفة تشوفي الناس اللي انتي بتحبيهم، صحابك اهلك والكلام ده، ان انتي مثلا شخص وحش او شخص مش اجتماعي وحابة تقفلي على نفسك. بالعكس، انا واحدة من الناس، والناس اللي عارفيني عارفين ان انا اجتماعية زيادة عن الطبيعي. طول عمري بحب الخروج والكلام دوت. لحد ما كان معايا فاطمة ومحمد، يعني انا كنت بنزل كتير وكده. بس خلاص بدأت لما بيكون بقى في أطفال صغيرين أو كمان بالذات أطفال يعني بترضع أو كده، بيبقى الموضوع صعب. ان انتي عقبال ما بتقومي بس تخلصي يعني شوية حاجات، مش كل اللي وراكي، انت اليوم بتاعك خلص. فالواحد بقى يحسب قوي، يعني انا لو هنزل مثلا بحسب لها ازاي هقدر انزل مثلا بس اكون خلصت كذا وكذا وخلصت اللي ورايا. وزي ما انتوا عارفين شغل البيت ما بيخلصش. فلما تيجي برضه تتكلمي لك ايه؟ يا ستي ما انت طول اليوم بتنضفي وبتروقي، ما جاتش على يوم ان انت تنزلي، او ما جاتش على يوم ان انت ايه، حتى اليوم دوت لو خرجتي وسبتي الدنيا مبهدله بس تنزلي اخرجي. فانا ببقى متفهمه الموقف جدا، واكيد انا لو الموضوع فعلا يسمح لي ان انا اخرج وانزل واسيب اللي ورايا، انا اكتر واحده هكون مبسوطه واسيب كل حاجه اصلا وانزل، والدنيا فعلا مش هتطير. بس انا بقى شخص غريب، مبعرفش اخرج غير لما اخلص كل اللي ورايا مهما كانت الخروجة، لدرجة ان انا لو نازلة السوق بحب اخلص كل اللي ورايا في التنظيفات والحاجات اللي ورايا الاول وبعد كده انزل. فمش عارفة في حد زي كده، يعني في حد محبكها قوي كده زيي وبيحب ان هو يخلص كل اللي وراه لو حابب يروح اي خروجة او يروح اي مشوار. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، حابة كده ان انا اقول لكم صباح الفل صباح الجمال. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. ان شاء الله النهارده بقى فيديو قوي هيعجبكم باذن الله. عايزاكي تحطي لايك حلو زيك وكومنت، ولو لسه مشتركه معايا في القناه جديده، انا اسمي سمر وانتي منوراني ومشرفاني، لان انا شفت بنات كتير ما شاء الله دخلوا القناه جداد، كلكم على راسي من فوق. وطبعا لو لسه ما اشتركتيش اتمنى ان انتي تشتركي بكلمه اشتراك باللون الاحمر تحت الفيديو، وخلي الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل جديد. يلا قبل ما نبتدي الفيديو نصلي على حبيبنا وشفيعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ابتديت معاكم الفيديو زي ما شفتوه كده. فطرنا فطار خفيف. الفيديو ده المفروض يا بنت اصلا نزل من كام يوم، النت عندي وحش جدا، فمش عارفة بقى ينزل ايه. يعني انا صورته يوم الخميس، فالنهارده الاثنين، يا رب اقدر انزله لكم يوم الاثنين. منتجته وكل حاجة، بس عندي بقى مشكلة يا بنات في النت بقالها كذا يوم. النت عندي ما بيشتغلش الا بعد الساعة 12، فعشان انزل لكم الفيديو 12 ايه بقى 12 بالليل، فعشان انزل لكم الفيديو فطبعا اكيد عقبال ما اعمل له تهيئة وعقبال ما ينزل والحقوق والكلام دوت، لا طبعا هينزل لكم الساعة 3 4 الفجر. فانا قلت ايه اسجله الصبح واحاول انزله الصبح، ولو ما نزلش ان شاء الله يوم الاثنين الصبح باذن الله هنزله يوم الاثنين بالليل. فمش عارفه بقى هو وظروفه بقى. فالمهم زي ما انتم شفتم، كان روتين اخر الاسبوع يا بنات.
قمت كده لميت الشوزات اللي عندي كلها، وطبعا انتم متابعين وعارفين ان انا بعمل الموضوع ده يا بنات، يعني كل شهر كده بلم الشوزات بتاعت جوزي وبتاعت الولاد. وبما ان كده احنا اصلا في مدارس، فاستنيت لحد يوم الخميس اخر الاسبوع عشان اخد الشنط بتاعت الولاد كمان معايا بالمرة. والشوزات بقى كانت متبهدلة طبعا، والشوزات بتاعت جوزي، فاخدت كله مرة واحدة. قلت كده كده الولاد مش هيخرجوا. وفي شوز واحد بس مخليه لجوزي ان هو يقدر يعني ينزل بيه. الباقي بقى اخدته غسلت كله. فزي ما انتوا شفتوا كده شوية اريال، بس حاجات بسيطة كده، وقمت غسلتهم بالفرشة كويس. ودخلت هنا بقى كان عندي شوية غسيل برضو، وقلت بقى انشر الغسيل اللي عندي. عايزة اقول لكم ان الجو عندنا اليومين دول صعب قوي، الجو برد قوي. لو فتحت بس الشباك اهوي بحس ان انا فتحت التلاجة، والله العظيم يمكن التلاجة كمان حاجة بسيطة. لما نشرت الغسيل ده حطيت دورة بقى في الغسالة يا بنات للهدوم بتاعة الولاد بتاعة المدرسة، وبتاعة الحضانة، ولميت برضو كل الهدوم. عشان يعني ايه، ساعات انا لما ما بغسلش الهدوم بتاعتهم يوم الخميس، واجي ساعات انسى انشغل حاجة، الاقي نفسي يوم الجمعة بالليل مثلا افتكر. فالهدوم دلوقتي بقت تاخد كذا يوم على الحبال، ما بقتش تنشف بسرعة. فاول ما جم بقى قمت واخده زي ما وريتكم كده، حطيت الشنط غسلتها لهم والشوزات، وكمان حطيت الهدوم بتاعتهم تتغسل، بتاعه الحضانه وبتاعه المدرسه. فحطيت بقى الدوره بتاعه الهدوم دي، وقلت ادخل اعمل غدا سريع كده عشان اشوف اللي ورايا. فعملت بقى ايه، عملت مسقعه، اسهل حاجه ممكن تعمليها. انا بحاول اليومين دول يا بنات اعمل اكل كده سهل وسريع عشان اخلص اللي ورايا. يعني ايه، بنقول كده كده ان شاء الله كل سنة وانتم طيبين، رمضان هيكون بإذن الله يوم السبت. فيعني اليومين دول بنحاول نقضيها اي حاجة. يعني اعملي بقى شوية مسقعة، اعملي رز بعدس وبيض جنبيه. وبما ان كمان اليومين دول يا بنات الجو برد، واحنا كمان داخلين طبعا على رمضان وبنعمل تنظيفات، وكل واحد ربنا يعينه حقيقي، الفترة دي صعبة جدا. يعني الجو صعب، الجو برد قوي، وعليكي بقى مدارس ودروس ومذاكرة مع الولاد، ولو معاكي بيبي صغير والعيال اللي في الحضانة، عارفة اللي هو ايه، كأننا بنجري فعلا، والوقت بيخلص بسرعة جدا. انا حاسة ان اليوم يعني اليوم 24 ساعة، انا بحس ان انا كأني صحيت ساعتين ثلاثة في اليوم كله. مش عارفة اخلص اللي ورايا خالص. يمكن انا ببقى نفسي اصور وانزل، انا مش لاحقة اخلص. يعني انا حاسة ان انا بصحى اعمل فطار، اعمل غدا، اغسل شوية مواعين، يعني اشوف مثلا، يعني اشوف الولاد كام حاجة كده، والله العظيم مش عارفة اخلص حتى تنظيف الشقة، اللي هو التنظيف العادي. مش انا بقول لكم انا بحب ان انا انضف كده الشقة من على الوش. انا ساعات ما عنديش وقت ان انا فعلا اخلص الشقة من على الوش، اليوم بيطير كده معايا. وطبعا عشان انا اليوم بتاعي ملخبط، يعني لما كنت بصحى الفجر ويومي كان بيبتدي من الفجر، كان فيه بركة مش طبيعية، لدرجة اني كنت بخلص كل اللي ورايا والشقة سبحان الله تفضل نظيفة. بحس ان التنظيفة بتاعت الصبح بدري قوي دي بتبقى حلوة قوي، يعني بحس ان فيها بركة. بس طبعا غصب عني ان انا ممكن اكون السهر تعبني جدا، بس طبعا غصب عني عشان خاطر انا معايا اطفال. عملت المسقعة زي ما انتوا شفتوا، انتوا كلكم طبعا شاطرين فيها. وطبعا زي ما انتوا عارفين يوم الخميس بحب اعمل حاجة حلوة كده للولاد. فعملت كيكة بالبرتقال. عايزة اقول لكم بقى شوية الحاجات اللي قدامكم دول حاجات بواقي، كان عندي 4 بيضات، كان عندي الثلاث برتقانات دول، وكان عندي شوية دي، يعني حاجات بسيطة. فقلت لا خليني اعمل كده كيكاية حلوة. هنزل لكم المقادير يا بنات بتاعتها، سهلة وبسيطة. لو انت طبعا اليومين دول البرتقال كتير في السوق، فلو الولاد عندهم برضو مش عايز تعملي الكيك اللي هو باللبن، ممكن تعمليه بالبرتقال، بيبقى حلو جدا. انا عن نفسي بحس ان هو خفيف، ريحة بقى البرتقال بتبقى فيه قوية، وبتبقى حلوة قوي. فهوريكم الطريقة بتاعتي. انا بحب ابشر كده القشر بتاع البرتقال من بره. القشر بتاع البرتقال ما باخدش الابيض، انا باخد اللي هو اللون الاورنج اللي بيبقى بره ده بس. بعمله تبشريه كده، واقوم عصرة بقى البرتقال.
يعني ال3 برتقانات اللي كانوا عندي صغيرين مش كبار، فعملوا كوباية واحدة من البرتقان. عايزاكِ تتشجعي كده وتقومي تعملي حاجة حلوة للولاد وما تكسليش، بدل ما أنتِ بتديهم فلوس ينزلوا يجيبوا شيبسي وبيبسي وحاجات من برّه، فنحاول نعمل حاجة حلوة. وكمان عايزة أقول لكم بقى إن إحنا هنعمل حاجتين، يعني حاجتين حلوين وحاجات سهلة أوي، وهاعمل لكم الشوكولاتة اللي طلبتوها مني اللي أنا كنت عاملاها، وكذا حد قال لي ممكن تكتبي المقادير، وكذا حد قال لي ممكن الطريقة، فأنا هاعملها معاكم إن شاء الله النهارده. حطيت 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وهاحط فانيليا برتقان. عايزة أقول لكم إن مش باحط الكيس كله، أنا هاكتب لكم المقادير. يعني أنا حاطة ربع كيس كده فانيليا. الكيس ما شاء الله بتاع الفانيليا البرتقان كبير، فأنا باخد منه إيه، كل مرة ربع. باعمل ساعات يعني ده بقاله يعني عملت بيه 4 حاجات، عملت منه بسكوت بالبرتقان، وعملت منه كيكة قبل كده، يعني عملت منه كذا حاجة، وده كان آخر ربع فيه. تمام. وحطيت كوباية سكر، السكر معاكي حسب الرغبة. أنا هعمل الصينية الكبيرة يا بنات، يعني احنا عندنا ايه مش بيبقوا 3 صواني كده جوا بعض. انا المقادير اللي انا هعملها هتبقى للصينية الحجم الكبير. حبيت بص اعمل قدامكم الكيك بطريقة عشوائية جدا، زي الكيك كده بتاع الامهات، حلو جدا. وبصوا حاطه كل حاجة قدامي زحمة، كأنك انت اللي واقفة بتعمليها، عشان مش هحنتف الامور، لان انا عشان اعرفك ان هي سهلة وسريعة ومن غير مضرب ولا اي حاجة. والله عملتها كده عشان خاطر ان انت تتشجعي وتقومي تعمليها. حطيت 4 بيضات، عليهم ربع فانيليا، ربع كيس فانيليا برتقان، وحطيت كوب سكر، قلبتهم مع بعض، نزلت بكوباية زيت، نزلت بكوباية البرتقان اللي معايا والبشر بتاع البرتقان، برضو ضربته كله مع بعضه. بصوا بقى، دي كوباية من دقيق الذرة، فانا هحط كوباية واحدة من دقيق الذرة، بس هنخله طبعا. لما بتنخلي الدقيق بتطلع معاكي كده هشة وحلوة، ما تبقاش مكتومة معاكي. تمام. وهحط كوبايتين من الدقيق الابيض العادي يا بنات، دقيق الذرة كلنا عارفين اللي هو بتاع البسيسة. تقدري تخلي 3 كوبايات دقيق ذرة، وتقدري ان انت تخلي ال3 كوبايات دقيق ابيض زي ما تحبي. فانا بما اني عندي شويه من دقيق الذره، فانا حطيتهم وكملت الباقي دقيق ابيض، وبتدي طعم حلو جدا يا بنات. على فكره دقيق الذره من الحاجات الحلوه قوي، والبسيسه من الحاجات الحلوه برضو. لو انت عايز تعملي دقيق ذره كله هتبقى بسيسه، وممكن البسيسه حلوه بالبرتقال، وانا جربتها معاكم قبل كده، فبيبقى طعمها خطير بالنسبة للناس كمان اللي بتحبش الدقيق الأبيض، فدي هتبقى برضو مفيدة ليكم. وطبعا يعني لما بتدخلي دقيق الذرة في الأكل والكلام دوت مفيد أكتر من الدقيق الأبيض. وحطيت رشة ملح، وحطيت كيس بيكنج باودر، ورشة من بيكربوناتو، رشة كده، مش عايز تحطيها براحتك يعني، استغني عنها. بس كده. وهبطن بقى، ما كانش عندي سمنة ولا زبدة، فهبطن كده الصينية بشوية زيت وشوية دقيق، وهنزل بقى بالخليط بتاعي. بصوا بقى، عملت الكيكة بجد والله يا بنات طلعت خطيرة وحلوة جدا ومقاديرها كويسة، وعملت طبعا معايا صينية كبيرة. فانا هقول لكم عملت ايه. مرضتش اعمل الصينية الصغيرة عشان عايزة ادي الجيران بقى النهاردة. قلت بقى ايه، الولاد برضو ريحة الكيكة اصلا قوية، وانا بحب لما اعمل كيكة او حاجة ريحتها زهرة، بحب ان انا ادي الجيران. بصوا طلعت ولا غلطة، ما شاء الله اللهم بارك، حلوة جدا، التسوية مظبوطة وزي الفل. مش هتاخد منك حتى نص ساعة في الفرن، يعني ممكن تاخد 20 دقيقة او كده. برضو ابقي تابعيها لان كل فرن غير التاني. استنيت بس بردت شوية عشان اعرف اقطعها، عشان ما تفرولش مني. عملت لولاد سهرة بسيطة كده يا بنات، عملت شوية فشار، وعملت اللي هو الفنكوش دوت، وعملت الكيكة دي. ادينا بنحاول نخلي يوم الخميس يكون يوم مختلف، عشان خاطر طبعا طول الاسبوع الولاد بقى الحضانة والمدرسة، واحنا كمان ادينا نفصل. عايزه اقول لكم ان هم واقفين جنبي ومتضايقين جدا، وعمالين بقى، طبعا انا مستنيها ان هي تبرد، وانتوا عارفين الاطفال الصغيرين لما يكون مامتهم عامله حاجه حلوه، فاللي هو ايه مش مستنيين، مفيش عندهم صبر. فوقفوا بقى وانا بقطعها، كل واحد خد الكيكه بتاعته في ايده. بالهنا والشفا. طبعا لما انا عملتها صينيه كبيره، بالنسبه لي كده السمك بتاعها حلو، لان لما بعملها عاليه قوي ما بيعرفوش ياكلوها وكلها بتتفتت، فانا عملتها لهم سمك كويس عشان
يعني دي المفروض المقادير دي كنت اعملها في الصينيه الوسط، فانا عملتها في الصينيه الكبيره عشان السمك يبقى بالطريقه دي يعرفوا ياكلوها. بصوا بقى الجمال، تحفه ما شاء الله، اللهم بارك، حلوه قوي. عملت الطبق ده برضو قلت اديه لجارتي عشان طبعا ريحتها مفحفحه جدا الكيكه. وحطيت لها طبق من كل حاجه يعني عملتها، حطيت لهم طبق فنكوش وحطيت لهم طبق فشار، قلت عشان خاطر الولاد ولادها يعني. قلت برضه اعمل معاكم النهارده يا بنات المفتقه. حبيت اعرفكم التحضيرات كده بتاعه الاسبوع اللي انا عملتها، عشان خاطر يعني لو حد اديله فكره او حد عايز يعمل حاجه. فاديني بفكر معاكم وبعمل برضه افكار، عشان حاجات اقتصاديه وحاجات نظيفه برضه انت اللي عاملاها بايدك في البيت. فتعالوا نعمل بقى المفتقه البيت الحلوه اللي بتدفي. طبعا الجو برد، معروفة ان اول ما كانت الدنيا تشتي او اول ما الدنيا تبرد شوية، الامهات المصرية لازم تعمل المفتقة دي في البيت. فعندنا كده ايه، المفتقة والعدس والحاجات دي كلها يقولك عشان ادفي العيال. فانا بحب قوي يا بنات الافكار بتاعت الناس القديمة، او يعني مش عارفة، بحس ان انا عقليتي، مع اني انا يعني ايه مش قديمة، مش من الناس بتوع زمان، بس انا عقليتي في التربية زي الناس بتوع زمان. باحب أوي إن أنا أعمل الحاجات اللي هُم كانوا بيعملوها. عارفين اللي هو الزمن الجميل والناس الطيبة اللي هي كانت تخش بيوتها كده تشم ريحة الأكل وتشم ريحة الخبيز وتشم ريحة الحاجات الحلوة دي. أنا باحب جدًا الناس دي، فباتمنى ولو 1% إن أنا أكون ربعهم، يعني أكيد مش هابقى زيهم، أكون حتى ربعهم في حتة إن أنا أعمل جو دافي وجو أسري، مع إن كانت ناس بسيطة أوي. بس هُم كانوا مقصّرين، الأمهات بتاعة زمان كانت مقصّرة أوي في ولادها، في التربية وفي كل حاجة. يعني أنا لمّا باشوف الجيل اللي هو بتاع زمان، يعني لأ، أو الجيل بتاع الأمهات، يعني مثلًا جدتي، يعني أنا مش هاتكلم على أمي كمان، اللي هو جدتي، كنت تخشي البيت تحسي لأ في خير كده، في بركة، مع إن الناس دي كانت بسيطة جدًا، مش متعلمين وكان كل حاجاتهم شغل البيت كده. يمكن إحنا متفتحين وسوشيال ميديا وحاجات زي كده، بس لا، لأ، الواحد دايمًا بيتمنى إن هو يرجع لزمان، لأيام زمان، الأيام الحلوة اللي كان فيها بركة وفيها ناس طيبين. فباحاول بقى إن أنا أعيش إيه، اللي هو عارفين زمان الطيبين، أنا باحبه جدًا. باحاول ولو 1% إن أنا يعني أخلّي ولادي يلحقوا الحاجات الحلوة دي. فعملت المفتقة. بصوا المفتقة ممكن اعمل لكم فيديو يعني كامل ليها، بس هقول لكم سريعا عملتها ازاي. حمصت اي مكسرات انت عايزاها، بس هي الاساس بتاعها السمسم والسوداني. حمصتهم، وبعد كده جبت حلة زي ما انتم شايفين، بس مش حمصتهم حرقتهم طبعا، طلعي بس الرطوبة منهم كده. وهاتي الحلة بتاعتك، حطي فيها شوية زيت، انزلي بالمكسرات بتاعتك بمعلقة دقيق، ب3 معالق أو 4 معالق زي ما تحبي، اللي هي الحلبة المحوجة اللي هي المغات. شوحي كله مع بعضه. بعد ما يتشوح كله وتحسي ان ريحتهم طلع، انزلي بكيلو عسل، قلبيهم مع بعض. اول ما يبتدي ان هو يفور، انزلي بنص ليمونة. بعد كده ايه 10 دقايق بالظبط، واقفلي عليها وسيبها تبرد تماما تماما، وعقمي البرطمان. واهم حاجة ما تحطيش ما يكونش فيه نقطة مية في البرطمان عشان ما تبوظش منك. قلتها لكم سريعة كده، لو عايزيني بقى اعمل لكم فيديو بالتفصيل عنها والتسوية وكل حاجة اكتبوا لي في الكومنتات. بس حلوة يا بنات ومغذية طبعا جدا، وبتدفي قوي، فانت تقدري تعمليها للولاد عندك كده في اللانش بوكس، يعني تبقى حلوة قوي. بصوا بقى بقية المكسرات او بقية الحاجات اللي انا حمصتها، حطيت ايه يعني السمسم والسوداني اللي انا حمصتهم. كان عندي شوية صغيرين من البندق، حطيتهم. وحطيت برضو كان عندي جوز هند، حطيت شوية جوز هند. بصي بقى كل المكسرات اللي انت بتحبيها والزبيب وكل حاجة انت بتحبيها. دي الشوكولاتة اللي انتوا شفتوني قبل كده يا بنات قلت لكم حلوة وبتدي طاقة، وطبعا احلى وانضف مليون مرة من اللي احنا بنجيبها من الشارع للولاد. حاجة برضو حلوة انت عاملاها بايدك، وطبعا بيبقى نص التكلفة، لان طبعا اسعار الشوكولاتات عالية جدا. انت بقى عاملاها بالمكسرات، ببواقي مكسرات، ممكن تعملها بالسوداني بس زي ما تحبي. طبعا السوداني مش غالي. حبيت اعملها في الورق بتاع الكب كيك عشان لو اديتها للولاد في المدرسة او حاجة، يعني ايه،
يبقى شكلها كويس وما تبهدلهمش. فانا اخر مره كنت عاملاها في قالب كبير، وكنت بكسرها اخد قطعه قطعه، كنت بدي الولاد. طبعا بقى لما هم عجبتهم وقالوا لي احنا عايزين منها، عايزين ياخدوا منها يعني هما في اللانش بوكس وكده. فقلت بقى، فكرت لقيت عندي الورق بتاع الكب كيك، قلت خلاص اعمل لهم بقى في الورق دوت عشان يبقى شكلها كويس برضو. حطيت بقى من كل المكسرات، وكان عندي كمان زبيب اسود اللي هو اليمني. فحطيت كده ايه كام واحدة كده برضو في كل ورقة من الكب كيك. وانا بعمل بقى الخطوة دي، انا حاطة على النار الشوكولاتة. بصي بقى، الشوكولاتة ليها مليون طريقة. تقدري تحطيها في الفرن، تقدري تحطيها في الميكروويف، تقدري تعمليها في حمام مائي، تقدري تعمليها بالطريقة اللي انا عاملاها النهاردة. بصوا، حطيتها في كيسين جوه بعض، وعملت حلة مية، واول ما المية سخنت نزلت بالكيس، وتبدأي ان انت تجيبيها يمين وشمال كل شوية كده لحد ما تسيح معاكي جوه يعني حاسة ان دي اسهل طريقة. وعملتها في الكيس عشان خاطر اقدر ان انا اتحكم ان انا اقدر احطه جوه الورقة. يعني ما حبيتش ان انا اعملها في حلة او في حاجة تبهدلني بقى ومعرفش اعملها. فعملتها كده زي ما انتم شايفين في جوه كيسين. واول ما ساحت معايا دي اسهل طريقة، اسهل طريقة جدا تسيحي بيها الشوكولاتة، الطريقة دي. وحاولي طبعا تقلبي الكيس كويس، كل شوية تجيبي يمين تجيبي شمال عشان تأكدي ان هو ساح كويس قوي. بعد كده بتاخديها. بصوا، هي كانت لسه سخنة على فكرة لما انا استخدمتها، ما استنيتش لما تبرد. اوعي تستني طبعا لما تبرد، هتجمد منك. فقمت قطع حتة كده، وقمت بدأت ان انا انزل بقى في الاطباق على المكسرات. وجبت خلة، طبعا بحط كمية بسيطة يعني. وجبت خلة وبدأت ان انا اقلب كده الشوكولاتة بالمكسرات عشان يمسك كله في بعضه. هتشوفوا شكلها معايا دلوقتي. انا حتى ما حطيتهاش في التلاجة، انا سبتها شوية صغيرين لحد ما بردت. يا دوبك اول ما الشوكولاتة بردت على طول، بصوا مسكت في بعضها. الجو طبعا برد، فما احتاجتش حتى ان هي تدخل جوه التلاجة. هفتح معاكم واحدة برضو واوريها لكم دلوقتي. بصوا، حاجة حلوة جدا والله العظيم وخطيرة، احلى مليون مرة من الشوكولاتات اللي بره. دي شوكولاتة خام يا بنات، اللي هي القوالب دي اللي انا بستخدمها. عايزين نعملها معاكم بالكاكاو، تكون يعني الناس اللي مش هتعرف تشتري الشوكولاتة الخام، خلاص احنا ممكن نعملها مرة بالكاكاو والزيت واللبن وكده، برضو هتبقى حلوة جدا. وليها طبعا كذا طريقة، دي اسهل طريقة. ممكن بقى تتعمل بالبلح ويتعمل لها بقى بكذا حاجة. ان شاء الله هشارككم الكلام ده كله، بس عايزاكي تشوفي الوصفة وتقومي على طول ان انت تبدأي ان انت تنفذي وتعمليها. الولاد هيفرحوا بيها جدا، وتقدري تخليها ضيافة عندك في رمضان بقى، في العيد، في اي مناسبة. تقدري تعمليها كور، وتقدري ان انت تعمليها باي طريقة انت عايزاها. لو عندك كمان القوالب السيليكون. بحاول اسهل عليكي الامور، وان شاء الله يكون الفيديو عجبك. واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد على خير. هتوحشوني جدا. دمتم في امان الله.